يقول ابو شمس لو غني لكم هندي وقال ما قال ما بتفهم قصدي. يقول ابو شمس لو غني لكم هندي وقال ما قال ما بتفهم قصدي. لان وضعه يطلع وضعي متردي واتحمل الجوري واتحمل عاند جهده. ما ليله الا ويه دمع القهر في خدي ويحس بالنار تكوي جزء من كبدي. لكن على الله يفرجها على الحد ويفك في صدره أكثر من 100 عقدة. ما حد سواك انت ذي تعطي وذي تدي وعوضه بالنعم لا زادت الشدة. واسألك العفو وانت خير من يهدي. ما حد سوى الله ذي يشفق على عبده. شوف صاحبي لا عوزته ينقلب ضدي واني ما شك فيني لا انقلب ضده. انا شوف صاحبي لا عوزته ينقلب ضدي واني ما شك فيني لا انقلب ضده. وانا تعودت ما لقي لي حق جلدي لان السالف والقضى بعدين من جلدي. ما خاف من حدوه لا شي لا حاجه عندي وكيف يختفي ذي ماشي لي حد عنده. أكلي همومي وأخوض المعركة وحدي وأواجه الظلم والعدوان ورده. ولا خاضع للعيد على أبي ولا جدي وأنا ورثت الشواجع ورثي من عندي. من حاول النهي يصلى شيء في يدي ما يدري إلا متى قصيت له يده. ولا تذيبته مثل الذيب يوم عدي واهتد مثل الأواسد لأثارات الهده. واقلع عدوي بعرقه قبل ما يبدي ونجده قبل ما يطلب لي النجده. والأواعد تحفه وانا صادق على وعدي وخسر رجال ما يصدق على وعده.